كان السلف يعدون حوائجهم ليوم عرفة، حجاجا وغير حجاج. قالوا فوالله ما يمر بنا العام حتى تتحقق المطالب وتستجاب الدعوات، ما يحول الحول إلا ودعوات عرفات كلها مجابة، حجاجا وغير حجاج. فما ظنك بعبد قال لبيك يا رب وجاء وأقبل على الله محرما حاجا تقوده الخطى، يعيش بقلبه الافتقار والذل والانكسار، يعلم أن ربه العظيم يريد أن يعطيه وإلا ما أذن له بالمجيء، يريد أن يغفر له وإلا ما أتى بك من وفده العظيم. فإذا أقبلت عليه فاصدق في دعائك في مناجاتك، تذكر أمسك المظلم وأعمارك الماضية وذنوبك السالفة، واعلم أنه رب كريم. وليكن كل شعورك وملء أحاسيسك أنك لن تنصرف من عرفات إلا غفر الله ذنبك ووضع وزرك وأعتق رقبتك، وخرجت من عرفة كاليوم الذي ولدتك فيه أمك، لكأنك تنظر إلى صعيد عرفات كأنه رحم كبيرة يشهد مخاضا عظيما كل عام تولد فيه الألوف المؤلفة من الحجيج الذين يأتون عرفات وقلوبهم صادقة في التعلق بالله، موحدة لله، محسنة للظن بالله، جاءت يوم عرفات وتعلن أنها ليس لها إلا الله، فأمراضها وأسقامها، ديونها وهمومها، حاجاتها وكرباتها، دنياها وأخراها، والداها وأولادها، زوجتها، حياتها، رزقها، كلها بين يدي من تقف أمامه في صعيد عرفات، من تذللت بين يديه. كان السلف في غاية التعظيم لذلك اليوم العظيم. يرى أحدهم فإذا هو باك جاث على ركبتيه فيقال له من أسوأ هذا الجمع حالا؟ فيقول سفيان رضي الله عنه الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له هو أسوأ أهل الجمع حالا. يحتقرون أنفسهم في مقام عظمة الله في ذلك اليوم العظيم. فيقول أحدهم والله ما أرجاه من موقف لأهل الموقف لولا أني فيهم. يرى أنه مهما فعل لا يزال في تفريطه وتقصيره محتاجا إلى الاستغفار والانكسار، إلى سؤال الله عز وجل. بوسعك أن تحتمل تلك الساعات الطوال دعاء وبكاء، تضرعا وانكسارا إذا حضر قلبك، إذا أمتعته بالدعاء والمناجات، إذا شعرت بعظمة ذلك اليوم. يوم عرفة يا كرام كل شيء من حولك عظيم، اليوم عظيم، فقد أقسم الله تعالى به، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضله للأمة. فاليوم عظيم، والشهر عظيم، شهر ذي الحجة، وفي العشر المباركات، وأنت محرم بالحج في الأشهر المعلومات. العبادة عظيمة، الوقوف بعرفة أعظم أركان الحج، والرب عظيم سبحانه وتعالى، وعطاؤه ذلك اليوم أعظم ما يكون. كل شيء من حولك عظيم ذلك اليوم، بقي أنت أن تكون عظيما لتكتمل لك سلسلة العظمة في ذلك اليوم. وعظمتك ليس بشيء أكثر من افتقارك وذلك وانكسارك بين يدي الله. صدقني بقدر ما تبكي بين يديه فأنت عظيم، بقدر ما تعترف بذنبك وخطيئتك أنت عظيم بين يديه سبحانه، بقدر ما ترفع دعواتك طامعا في رحمته راجيا في فضله وعطائه أنت يومئذ عظيم.